حبيبي. ايه يا ياسمين؟ طب كنت ناديت عليا كنت ايه يا بتفكر. حبيبي؟ معلش، ما انا قلت ان انت معاك ضيف يعني، فقلت هقوم بالواجب. ماشي يا ياسمين. ده مراته جامدة أوي يا ابن الإيه يا إسلام. وقع على حتة إيه بطل. روح انت بقى يا ياسمين وما تغلبيش نفسك، ساعة محتاج حاجة اجي اخدها. طيب يا حبيبي، لو بس اي حاجه ناديلي طيب اساعدك فيها يعني. لا خليك انت على مالك بس وانت راجعة. اتفضل يا ابو حميد. تسلم إيدك. ما كانش له لازمة يعني تتعب نفسك. على ايه؟ بقول لك معلش أنا آسف يعني إني بتدخل وأسأل سؤال زي ده. هي مالها مراتك ماشية كده ليه؟ ده ما قلتلكش. مراتي كفيفة يا احمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يشفيها يا صاحبي. ربنا يا يشفيها. رب. الصوت ده. طب بقول لك ايه؟ هسيبك انا دلوقتي عشان المدام شكلها وقعت ولا حاجة. طب لو في حاجة نادى عليا. ماشي. اتفضل اتفضل. خير يا ياسمين، في ايه؟ الظاهر يا حبيبي ان الصينيه وقعت مني. طب امسكي. بقول لك يا ياسمين، ايوه. ارتاحي انت بقى وما تعمليش اي حاجه، اي ما تحتاجي اي حاجه ولا انا اعملها لك. طيب يا حبيبي، انا بس مش عايزه اتعبك معايا. لا دعوه ولا حاجه. هو صاحبك لسه بره ولا ماشي؟ طب أنا هستأذن أنا يا إسلام بقى عشان اتأخرت عندي مشوار. لا شكله مشي. طيب يا حبيبي. ماشي. خليك انت كده مغفل وانا مديك على عينك، خليك فاكر ان انا كفيفه. ده حتى ما شربش العصير. انا ماشي يا ياسمين. ماشي يا حبيبي. أيوة كويس إنه مشي. أدخل أنا أشوف بقى الموز. فاكرني كفيفه جاي تلعب عليا؟ بس على مين؟ ايه ده؟ ايه النفس ده؟ في حد هنا؟ في حد هنا؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ يمكن انا متهيألي. صح، جوزي مشي. يمكن التلفزيون صابه شغال ولا حاجه. يخرب بيتك انت ايه حكايتك؟ هتفضلي تاكلي كده؟ ما تخلصي بقى تغيري ولا تعملي اي حاجه. هو التليفون فين؟ انا عايزه اكلم اسلام. ايه ده؟ يبقى بره. نروح اكلمه احسن. انا خايفه اقعد لوحدي. خليها. يمكن هتخرج تعمل حاجه وتيجي تغير. والحمد لله اني شلت التليفون عشان لا تتصل ولا هتعرف توصل له. فكر نفسك هتضحك عليا، بس على مين؟ يا ياسمين هو فين؟ لا، جوه في الاوضه زي ما عملت، زي ما قلت لي بالظبط. ماشي يا ياسمين تعالي. بعدين بقى هي هتفضل كل ده ما تنجزي. اوبا. يا نهار اسود. يا خساره يا إسلام؟ صاحبي. مجرد ما عرفت ان مرات صاحبك كفيف فكرت انك تستخبى وتستغفله. لا انت فاهم غلط. يا شيخ ده كان بيعتبرك اخوه. انت بتبصي لي كده ليه؟ هو انت مش كفيفه؟ لا انا مش كفيفه، انا بشوف، وده اختبار هو كان عامله. اختبار؟ يا اخي لو انا عملتها مع مراتك هتتقبل؟ طب افهمني بس يا اسلام. افهمك ايه؟ استغليت ان هو ماشي واستخبيت وخلتني ان هو عشان تخش تشوفني وانا بغير هدومي. وصلها معاك الكلام يا صاحبي. اطلع بره. طب اسلام اطلع بره. اهو ده كنت بقول عليه صاحب عمر. معلش يا حبيبي، انا قلت لك من الاول ده ما بيحبكش. ماشي يا ياسمين.
لو سمحت في حد معدي؟ ايوه يا استاذه ياسمين. معلش بس ممكن تساعدني وتفتح لي الباب عشان انا مش عارفه افتح الباب معلش. حاضر حاضر. هو الاستاذ اسلام مش موجود؟ هو مسافر يومين بس وهيرجع على طول. طب اتفضلي. ماشي شكرا. اتفضلي فتحت لك الباب. شكرا جدا. ما جاش ليه اتأخر كده ليه ده؟ بس انا قلقان. بس تقلق ليه دي يا عماد؟ هو اسلام مش موجود وهي بتقول هيغيب يومين، وهي كده كده كفيفه وما بتشوفش، وهي بنت مزه وحلوه قوي. بكلم اسلام يجيب لي اكل وهو جاي، انا جوعت قوي. التليفون فين؟ شكلي نسيته بره. انا راح اكلمه. طلعت وسخ زي اللي قبلك، انا كنت متاكده. براحتك، ده اسلام هيغيب يومين وانا اقعد بقى هنا استناكي قبل ما تيجي حلوه. ايه يا حبيبي انا كنت طالعه لك. ياسمين خش، قفلت عليه اللي جوه. ماشي. حتى عماد اعز صديق ليك زيه زي اللي قبله. تاني مخليني مش عاوز اي حاجه. طب ادخل. يا رجلي. حتى انت يا عماد. ايه ده؟ استاذ اسلام؟ انت اعز صديق ليا. شفت بنفسك؟ استغل مراتي ان هي كفيفه وتدخل بيتي. ده هي بتشوف. ما انا عارف ان هي بتشوف. ده كان اختبار عملوا لك عشان يعرف حقيقتك. قصرت معاك فيه عشان يحصل لنا كل ده. يا اختي انا قدمت لك الحلو كله، بس والله ما كنت اتوقع ان انت كده. سامحني يا اسلام، معلش مش هعمل كده تاني. هسامحك عليه، بس انت فاهم انت عملت ايه؟ ده انت عملت حاجه كبيره قوي يا عماد. عارف حقك عليا. يا اخي ده انا قدمت لك الخير كله. معلش يا امشي يا عماد اطلع بره. امشي. معلش يا حبيبي ما تزعلش نفسك. تعالي.